انا بس بدي اسال سؤال واحد، شو كان رد فعل رودري لما كل اللي في المسرح صاروا يقولوا فيني 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 فيني، بعدين اجى جورج ويا وقال رودري؟ انا لو مكانه اقسم بالله العظيم اللي استحي اقوم. يعني العالم كله كل اللي قاعدين يا زلمه اذا درogba نفسه انصعق انصدم، مين رودري ايش شو فيه؟ اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم هي 3 مرات بحلف اكبر سرقه في تاريخ كره القدم. قديش بقينا نقول عن المدلل تبع الفيفا بسرق، لسه سرقاته ارحم، على اقليه هذاك لاعب اشي مش طبيعي. يعني مهزله اول مره في حياتي بشوف هيك مهزله. حتى جورج ويا لما كلهم صاروا يقولوا فيني 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 اطلع هيك واستحى يقول رودري، لانه هو نفسه عارف انه بالفعل هو الفيني. انا مش عارف شو بدي اقول، اقسم بالله العظيم اتحاد اتفه من هيك عيني ما شاف. قال ريال مدريد افضل نادي بالعالم، لا يا شيخ خدها بالها واشرب ميتها، ما هو افضل نادي بالعالم غصب عنكم، ومش بس بالعالم بالتاريخ. قلت وقلت لا. انشيلوتي افضل مدرب في العالم، برضه انشيلوتي عمكم افضل مدرب بالعالم، يعني بالناقص منكم اذا حكيتوا او لا. الفينيسيوس هو افضل لاعب بالعالم والكل بيعرف، وبكفي اللي بالمسرح كلهم على نظركم وعينيكم وقدامكم وقالوا فيني فيني فيني، بس هم بيعرفوا انه في شيء غلط في الموضوع، بس ما باليد حيله، ما بيقدروا خلاص. على العموم مش مبروك لرودري، لانه اقسم بالله العظيم ما بيستاهلها بشلم. البرنامج كله البلندور كله عباره عن برنامج ابو الشلم. اقسم بالله العظيم انكم تافهين وخلتونا نكره اشي اسمه كره قدم. وبالنهايه وكالعاده هلا بفينيسيوس جونيور افضل لاعب في العالم.